السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي اقرب محل قطط فين ما تعرفيش؟ مش عارفه بصراحه. ايه ده؟ انت قاعده حاطه الشنطه دي بعيد عنك كده ليه؟ مش بتاعتي والله. دي مش بتاعتك؟ لا. ازاي بس؟ امال بتاع مين دي؟ مش عارفه والله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ كل دي فلوس؟ ده انا اقسم بالله امي ده عيالي النهارده، انت وش الساعه. وانا ماليش نصيب فيها بقى ولا ايه؟ لا انا الفلوس دي خلاص تلزمني، انا اللي لقيتها. بس هي كانت محطوطه جنب انا. ماشي يعني انت ما خدتيش بالك منها. طب يبقى كده انا اخد النص وانت تاخد النص. والله ما هزعلك. امسكي كده شوفي يمكن نلاقي اي حاجه تانية. ايه ده في بطاقه هنا ايه؟ خلي معاكي كده الشنطه دي. محمد علي صاحب الشنطه دي. طب انا عندي فكره احلى. ايه؟ احنا نسيب الشنطه زي ما هي وناخد الفلوس ونقسمها، ولما صاحب الشنطه يجي يشوفها مش هيعرف ان احنا اللي خدناها. فكره حلوه. طب استنى ما نعد بقى. خلي بالك في حد داخل علينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده بس صاحبي ما شفت الشنطه هنا في المكان. لونها ايه يا صاحبي؟ وانما صاحبي شنطه سمرا كده قد كده اهو. لقينا شنطه. والله يا اهي. لا اله الا الله. بسم الله. فلوس ايه؟ لقيناها بس ما كانش فيها اي حاجه. كان فيها فلوس والله يا صاحبي. هو انت اسمك محمد علي؟ ايوه انا. ايوه اهي البطاقه. طب فين الفلوس؟ ما كانش فيها الا البطاقه. يا الله يا صاحبي دي فلوس امي. مالها امي في العنايه المركزه وراحت في عليها الفلوس والله. عنايه مركزه ايه؟ يعني بتعمل ايه امك؟ بتعمل عمليه النهارده. طب ما فيش طب دور هنا كده ولا هنا؟ ما فيش فلوس تانية خالص معاك تعمل لها العمليه؟ والله ما معاه فلوس خالص. عمليه ايه دي يا صاحبي؟ قلبي مفتوح يا صاحبي. طب ولو ما عملتش العمليه دي ممكن يجرى لها حاجه؟ هتموت لو ما عملتش العمليه. الفلوس دي والله واخدها من كارد، واخد كارد من البنك عشان اعمل عمليه امي. طب ازاي الشنطه دي وقعت منك كده يا صاحبي؟ والله جيت قعدت هنا مستني الدكتور من لبختي سبت الشنطه. ليه؟ طب دور معايا بالله عليك. دور معايا. اهم. الف حمد والف كانوا هنا. شكر ليك يا انا رب. ببص جنبي لقيتهم والله العظيم. سبحان الله. يا اخي ربنا يبارك لك. ما تحرمش منك يا رب. ربنا يطمنك ربنا عليها. يسعدكم يا رب. انتوا اكيد مرتبطين يا رب. طب تاخد مني النضاره دي هديه بالله عليك والله. والله انت تستاهل كل خير. والله يا حبيبي ربنا يشفي لك ماما يا رب. ربنا يخليك يا رب. ده هم كانوا هنا اهو يعني سبحان الله. يا رب تتجوزوا يا رب ويسعدكم يا رب. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا بنتي. ايه اللي انت عملته ده؟ انت عبيط ولا ايه؟ واحنا مش اتفقنا ان احنا نقسم الفلوس؟ يعني انت ما سمعتيش كلامه؟ امه اللي بتموت دي في المستشفى في العنايه المركزه. بس احنا كنا متفقين ان احنا هنقسمهم سوا. ماشي بس انا عايز اسالك سؤال بسيط قوي. حطي نفسك مكانه لحظه. لو امك هي اللي في العنايه المركزه كده ومفيش امل في الحياه غير الفلوس دي واتسرقت منك، ساعتها هيكون احساسك عامل ازاي؟ تخيلي كده احنا لو كنا ما ادينالوش الفلوس وكانت امه ماتت النهارده، ما كنتيش هتحسي بالذنب؟ اكيد كنت هحس. طيب هو ده بالظبط اللي انا ما قدرتش استحمله. تخيلت لحظه واحده ان روح ممكن انقذها باني اتغاضى عن حاجه غلط وارجع عن حاجه غلط بفكر فيها، وروح بريئه ممكن ربنا ينجيها النهارده وتكون العمليه دي سبب في اعاده حياتها وانقاذ روحها. فما قدرتش اتحمل ان انا اتسبب في قتل روح بريئه. انت عندك حق. انا مش عاوزك تزعلي مني. انا قلت لك هنقسم الفلوس بس احنا كده سيبناها لله. معلش، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انت فعلا عندك حق. انت بني ادم كويس جدا. ربنا يخليك. استاذنك. سلام.